يا صباح الفل على احلى متابعين. تعالوا بينا نعمل الحلوى السريعة السهلة. هي ميكس ما بين حلوى وما بين ايس كريم. فتعالوا بينا نجربه كده ونشوفه اول مرة يظهر على السوشيال ميديا الفكرة دي. يعني تعتبر فكرة مستوحاة من وحي خيالي ونفذتها والحمد لله طلعت ناجحة 100%. أحب أفكركم بنفسي، أنا إيمان، من قناة الشيف إيمان الميداني. أتمنى لأول مرة يشوف قناتي ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معايا هنا 2 مانجاية. أنا مش هستخدم المانجا، أنا هستخدم قشر المانجا، مش هنرميه خالص يا جماعة. المانجا هستخدمها في وصفة تانية خالص. تمام. جبت قشر المانجا كده، حطيته في شفشق الخلاط وحطيت عليه حوالي كوبايه الا ربع من الميه وخفقته كده زي ما انتوا شايفين، ورحت جايه مصفياه. تمام. انا هنا ما ضفتش عليه سكر، لسه هضيف عليه السكر. هنا جبت بقى البوله بتاعه العجان، حطيت فيها نص كوبايه كريم شانتيه، ونزلت بالبوريه بتاع المانجا، سوري، بالعصير بتاع المانجا، ونزلت عليهم باربع معالق من السكر. وعايزه اقول لكم كمان المكونات اللي انا بجهزها دي لوصفتين اتنين مش وصفة واحدة. نزلت عليهم كده بمكعبات تلج وخفقتهم زي ما انتوا شايفين كده لحد ما بقى قوامهم بالشكل الجميل التحفة دوت. معايا هنا بسكويت، اي نوع بسكويت انتوا تفضلوه. انا استخدمت 3 بسكويت، 3 بكاو بسكويت من دول لان الباكو كبير. تمام. هبدأ اكسره بالشكل دوت، وهروح جايه نازله عليه بنص كمية الكريم شانتيه اللي انا جهزتها، وهروح جايه مقلباها كده بالشكل ده. تمام كده زي الفل. هفرد كده استرتش راب على الرخامة او على البلانشة، وهروح جاية نازلة بنص الخليط او 3/4، واروح جاية عاملاه زي رول كده ومقفلة عليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما ننساش نصلي على النبي في كومنت يا جماعة. اهو زي ما احنا شايفين كده. ويلا بينا على الفريزر. كان باقي معايا شويه كمان من الخليط، هحطهم في القوالب بتاعت الصغننه دي بتاعت قوالب سيليكون. اي قوالب عندك تقدري تستخدميها، ممكن تستغني عن الخطوه دي خالص وتعملوها في رول تاني، يعني مفيش مشكله. تمام. هحطها برضو في الفريزر، ودي هتقعد في الفريزر حوالي 8 ساعات مش اقل من كده. لو بعد كده مفيش مشكله، انا اخدتها يوم كامل. وجبت هنا صوص شوكولاته ورحت جايه مزينه بيه كده بعد ما طلعتها من الفريزر، وشويه مكسرات، وكمان للشكل النهائي بقى الجمالي ده حطيت ورق ورد مجفف. وهطلع دلوقتي القوالب السيليكون اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه وشكلها، الاطفال فرحوا بالقوالب السيليكون واحنا الكبار بقى اكلنا التانية دي. عايزه اقول لكم وصفه جميله تستحق التجربه. مستنيه دعمكم، ما تنسوش اللايك والشير، واسيبكم في رعايه الله وامنه. كانت معاكم اختكم امين، مع السلامه.